طيب، السلام عليكم جميعا وتحية طيبة لكل الناس اللي معانا وبتسمعنا. والنهاردة معانا مناظرة شيقة جدا ما بين أخونا الشيعي علي الإمامي، علي الكناني، ومعانا الأستاذ خالد البكري. والأستاذ خالد البكري يعني بيشرفنا لأول مرة في القناة. هل الصوت مسموع؟ لي الشرف أستاذ صوتك محمد. نعم منخفض. مسموع. صوتك منخفض استاذ طيب محمد. طيب دلوقتي طب اقفلوا انتوا بس المايكات يا جماعة، والصوت هيبقى زي الفل يعني. تمام. طيب، بقول السلام عليكم جميعا وتحية طيبة لكل الناس اللي معانا وبتسمعنا. ومعانا النهاردة مناظرة قيمة جدا بعنوان من هو الخليفة بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما بين الأستاذ علي الكناني والأستاذ خالد البكري. طبعا الأستاذ علي الكناني معروف في القناة، ليه أكتر من 50 مناظرة عندنا. ومعانا أخونا الجديد خالد البكري، إن شاء الله يبقى ضيف مستمر معانا، ومش ضيف يعني، يبقى صاحب قناة يعني. راجل محترم جدا ومهذب، والاتنين بيعرفوا يتحاوروا، والاتنين على علم، وإن شاء الله نشوفوا مناظرة جيدة بإذن الرحمن. اتفضل يا أستاذ خالد البكري، معاك أول 5 دقايق يا حبيبي. اتفضل. يا الله يا كريم يا ولي الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارضى عن خلفائك الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. واللهم ارضى عن خير الملوك وأول الملوك معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي الرحمن وسيد من سادة الإسلام، نترضى عنهم حبا وإيمانا، ومن أبى فليعلم أنه يعادي من رضي عنهم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع مناظرتنا إن شاء الله تعالى لهذا اليوم هو الخلافة، أو بالمعنى الأصح من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، تعريف الخلافة عندنا وعندهم الذي اتفق عليه الفريقين هو رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. بداية، إذا نأتي إلى هذا التعريف ونراه بما أنه الأخوة الإمامية يقولون بأن علي بن أبي طالب هو أول خليفة، فهل هنا من سنة 11 هجريا، سنة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حد 34 هجريا قبل مقتل عثمان بن عفان، هل انطبق عليه هذا التعريف؟ هل كان له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا؟ هذا أول سؤال إن شاء الله تعالى يسجل بداية. أما كيفية انعقاد الإمامة أو الخلافة فهي بثلاثة أمور: شورى، استخلاف، والغلبة في السيف. مسألة الشورى، فعندما ناتي ونؤصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، نؤصل لخلافة أبي بكر الصديق، فمسألة الشورى بايعه الكثير من المهاجرين، وأيضا بايعه الكثير من الأنصار في سقيفة بني ساعدة. أما مسألة الاستخلاف هو طبعا انعقاد شرط واحد من هذين الشروط فيعتبر بذلك خليفة. أما هنا لدينا 3 شروط: استخلاف، شورى، غلبة في السيف. الشرطين قد تحققوا. الشرط الثاني الذي هو الاستخلاف، كما نأتي ونعرض هذه الرواية. فقط ثواني. نعم، هذا أحبتي. بس كيف أعكس الكاميرا أستاذ محمد؟ لو ما في عكس كاميرا هنا، أقدر أعكس الكاميرا يعني؟ أريد أظهر مصدر أو كذا، لو ما راح ايوه أستطيع. طبعا تقدر تعكس الكاميرا. ايوه من نفس الجهاز اللي معاك، هتخش على الكاميرا، هتلاقي كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه. فحولها ما لكاميرا في كاميرا خلفيه. خلفية، ما في كاميرا لا، خلفية، ما ظهر عندي. لو اتكيت على الكاميرا هتلاقي عندك اماميه وخلفيه لازم. هي في زر كاميرا واحد. ما هو كاميرا واحد وكاميرا اتنين. طيب يعني لو انت على واحد خليها على اتنين. كيف أخليها على 2؟ هاي تسكر عندي. عشان طيب انت ممكن على الشاشه يعني كذا إيه. مثلا. نعم عرضت. تمام. نعم. هاي اخواني، هذا كتاب صحيح البخاري برواية عبد الله بن عمر برقم الحديث 682. يقول لما اشتد، هنا طبعا الاستخلاف بداية، نحن الشورى ذكرنا بأنه بايعه الكثير من المهاجرين والأنصار. هنا الاستخلاف، يقول لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، قيل له في الصلاة
فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي فعودته. قال فمروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. تمام. فإذا هنا المتبين من هذا المصدر ومن هذه الرواية بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرى بأن أحق الناس من بعده أبو بكر، ولهنالك الكثير من الصحابة، الآلاف من الصحابة، لماذا لم يؤمر غيره على الصلاة؟ لماذا أمر أبو بكر؟ لماذا لم يؤمر علي بن أبي طالب؟ فهذا بحد ذاته أنا أراه استخلاف يعني، وحتى بعض العلماء شرحوا فقالوا هذا استخلاف يعني. تمام. أما مسألة الغلبة فحروب الردة خير دليل، قتله لمسيلمة الكذاب خير دليل، هنا الغلبة في السيف. فالشروط الثلاثة متحققة في أبي بكر الصديق. طيب إذا نأتي إلى هذه الشروط الثلاثة، هل تحققت في علي بن أبي طالب منذ سنة 11 هجريا إلى 34 هجريا، أي قبل مقتل عثمان، حتى نقول عنه بأنه هو خليفة أول؟ الآن صار سؤالين. السؤال الأول التعريف، هل انطبق هنا على علي بن أبي طالب؟ وهل الشروط الثلاثة تحققت في علي بن أبي طالب منذ سنة 11 هجريا إلى 34 هجريا؟ إلى هنا إن شاء الله تعالى أنهي وقتي. تفضل أستاذ علي. انت لسه قدامك 20 ثانية يعني، سبتهم؟ أسيبها، نعم، ما أحتاجها. خلاص تمام. اتفضل يا أستاذ علي المداخلة بتاعتك. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. اللهم من على أول ظلم حق محمد وآل محمد. أحسنت أستاذ خالد. عفوا، قبل أن نبتدي في الحلقة أحيي أستاذ خالد وأحيي أستاذ محمد وأحيي المتابعين. حياكم الله أخواني الأعزاء. أخواني الأعزاء، موضوع الحلقة هو موضوع الخلافة من بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وليس المرجعية، الخلافة. أخواني الأعزاء، أنا جدا أحيي خالد عندما عرف تعريف الخلافة من بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله. أحسنت أستاذ خالد. يعني إذا بعد ماكو داعي أنا أروح أعرف تعريف الخلافة. أحسنت. يقول هل طبق هذا التعريف على علي بن أبي طالب عليه السلام؟ نعم، طبق هذا التعريف على علي بن أبي طالب عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بعلي فقال له أن تكون هذا سوف تكون وليا في كل مؤمن من بعدي، وهي عندكم بأسانيد صحيحة. جيد. السؤال الثاني يقول الشورى والشجاعة وإلى آخره. جيد. أنا أريد أسأل أستاذ خالد في آية الشورى، هل آية الشورى خاصة أم عامة؟ أتمنى من عندك يا أستاذ خالد أن تجيب على سؤالي. جيد. يقول في البخاري إن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أمر أبي بكر أن يصلي في الناس. نعم، أنا راح أجاوبك في نفس البخاري يا أستاذ خالد. في البخاري يا أستاذ خالد، قبل لا أروح إلى الرواية، في البخاري عندك في كتاب ملخص، شوف راح أقرأ لك وأنا مغمض، في كتاب ملخص أبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد بتحقيق سعيد الأفغاني المؤلف ابن حزم، الصفحة 35، يقول إن صلاة أبي بكر قياسا على تقديم الناس إياه فكذب بإجماع الأمة. وأنا أتمنى من عندك أن ترد على هذا الكتاب. جيد. مع ذلك يا أخواني الأعزاء، هذا كتاب صحيح البخاري إن صلاة أبي بكر كذب بإجماع الأمة كما قال ابن حزم بتحقيق سعيد الأفغاني مطبعة دمشق. شوف، مع ذلك أقرأ لك وأنا مغمض. هذا موضوع جدا بسيط. عزيزي يا أستاذ خالد حبيبي، هذا البخاري اروح إلى البخاري رقم الرواية 664، يقول وكان النبي يصلي وأبي بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الله. إذن إن صلاة أبي بكر صلاة باطلة. من الذي كان يصلي؟ كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله. أبي بكر كان يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في باعتراف صحيح البخاري، ومع ذلك باعتراف ابن حزم في كتاب ملخص أبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد ابن حزم الأندلسي بتحقيق سعيد الأفغاني، الصفحة 35، يقول إن صلاة أبي بكر قياسا تقديمه إلى الناس أن يصلي فهذا كذب بإجماع الأمة. هذا ابن حزم يقول، هذا ليس شيعي يا أستاذ خالد. جيد. اثنين، أخواني الأعزاء، أنا اليوم عندي أسئلة إلى أستاذ خالد. أستاذ خالد، أنت عندما استدليت بآية الشورى وإلى آخره قلت أن بالشورى والشجاعة وإلى آخره. جيد. أنا أريد أسألك في الآية، بعدين نروح إلى الشجاعة، نتكلم وحدة. أنا أريد أتكلم معك حول الشجاعة أستاذ خالد، حول الشورى أستاذ خالد. آية الشورى هل هي خاصة أم عامة؟ أتمنى من عندك أن تجاوبني. جيد.
السؤال يقول هو آية الشورى هل هي خاصة أم عامة؟ جيد. أخواني الأعزاء، الآن نريد نأتي بدليل على خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام. أستاذ خالد حبيبي إذا تسمعني الله يبارك فيك، أنا أتمنى من عندك يا أستاذ خالد أن تحضر عندك ورقة وقلم. هسه كما جاي أفعل، جاي أكتب أسئلتك وراك، ورقة وقلم جاي أكتب. أتمنى من عندك والله، عاشت ايدك، بارك الله بك، الله يبارك فيك. جيد أخواني الأعزاء، الآن سوف نأتي بالدليل من القرآن ومن السنة النبي محمد صلى الله عليه وآله حول خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام. أخواني الأعزاء، أبسط دليل راح أعطيكم، أبسط دليل جدا بسيط. وهذه الآية أنتم دائما تقرؤونها في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. شنو هذه الآية؟ اهدنا الصراط المستقيم. جيد. أين نروح؟ إلى كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل. كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل يقول حدثنا أسود بن عامر حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر يعني الفراي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قيل يا رسول الله من نأمر بعدك؟ قال أن تؤمر أبي بكر تجدونه أمينا زاهدا في الدنيا وراغبا في الآخرة، وأن تؤمر عمر تجدونه قويا أمينا لا يخاف بالله نومة، وأن تؤمر عليا ولا أراكم فاعلين. هنا محل الشاهد أخواني، استمعوا لي. وأن تؤمر عليا ولا أراكم فاعلين، تجدونه هاديا مهديا ياخذ بكم الى طريق المستقيم. ماذا يقول الدكتور والمحقق محمد القحطاني؟ يقول حديث صحيح. ارجع الى كتاب السنه مجلد الثاني صفحه 541 يقول حديث صحيح. ارجع الى كتاب المصنف بن ابي شيبه، وكتاب المصنف بن ابي شيبه المتوفى 256 هجريه، اقدم من البخاري ومسلم، يعني أقدم من البخاري ومسلم، متوفى 256 هجرية، الله يبارك فيك، يقول إسناده صحيح. جيد. سؤال يطرح نفسه. الأستاذ خالد، أستاذ خالد اكتب هذه الأسئلة الله يبارك فيك، وأتمنى من عندك أن تجيبني بأدلة علمية. لماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله عنده ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام ولا أراكم فاعلين، ولم يقولها في غيره؟ لماذا؟ ولماذا يريدون إبعاد علي بن أبي طالب عليه السلام عن شؤون الأمة؟ كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله هو الهادي المهدي الذي يأخذ بكم إلى طريق المستقيم. لماذا؟ هاي 3 أسئلة يا أستاذ خالد. أعيد السؤال الأول، هل آية الشورى عامة أم خاصة؟ أتمنى من عندك أن تجيبنا حول السؤال. السؤال الثاني، لماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله عند ذكر علي ولا أراكم فاعلين ولم يقولها لا أبي بكر ولا إلى عمر؟ لماذا؟ السؤال الثالث، لماذا يريدون إبعاد علي بن أبي طالب عليه السلام عن شؤون الأمة كما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله هو الهادي المهدي الذي يأخذ بكم إلى طريق المستقيم؟ مع ذلك يا أستاذ خالد أنا أعرف هسه راح تقول ضعف فلان، لا، هذا التضعيف لا يأخذ به. عندي أقوال علماء أهل السنة والجماعة ماذا قال حول هذا الحديث. أستاذ محمد كم دقيقة بقت عندي؟ الله يبارك بك، كم دقيقة؟ أستاذ محمد تسمعني حبيب الله يبارك فيك؟ تسمعني؟ اتوقع اخذت اكثر من 5 دقائق استاذ علي، لانه يعني انتهى وقتي؟ سامع؟ نعم. هو عنده نعم. صوت يا خالد؟ نعم تفضل حبيبي. نعم استاذ علي عنده صوت، نعم، ولكن في تقطيع. طيب انت مفترض دلوقتي المداخله بتاعت الاستاذ خالد يعني. اتفضل يا استاذ خالد. هو اتوقع اخذ اكثر يعني من 5 دقائق. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. سالنا سؤال، قلنا له التعريف هل انطبق على علي بن ابي طالب من سنه 11 هجريا الى 34 هجريا؟ ما سمعنا اجابه. قلنا له اي شرط من شروط الخلافه انطبق على علي بن ابي طالب؟ قال يا علي انت ولي كل مؤمن من بعدي. راح نتطرق الى هذا الحديث، ولكن حاليا خلي ناتي في الروايه الذي اتى فيها الاستاذ بان انكم لا اراكم فاعلين، وان رايتم عليا فلا اراكم فاعلين. فالروايه فيها هو طبعا بداية الإسناد ضعيف. زيد بن يتبع لم يروى عنه بإسحاق ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وتساهل الحافظ ابن حجر في التقريب جدا فقال ثقة. وأبو إسحاق هو عمرو ابن عبد الله السبيعي، تغير بآخره وقد اضطرب في هذا الخبر، فترى يرويه عن زيد، وأيضا يرويه عن زيد ابن يثيع عن علي،
وتارة عن زيد بن حذيفة، وهو عند الحاكم في كتابه المستدرك الجزء الثالث صفحة 142 عن طريق الثوري عن أبي إسحاق عن زيد عن حذيفة، وصححه على شرط الشيخين فأخطأ، وقد أعله هو نفسه في كتاب معرفة علوم الحديث الصفحة 36 إلى صفحة 37. ممكن الآن الأستاذ راح يجي بقول عالم يقول لي بالله هذا العالم وثق هذه الرواية، هذا المحقق قد قال بأن هذه الرواية صحيحة، فالمحققين هنا أستاذ ليس بمعصومين بارك الله فيك. وحتى وأن أتيت لي بقول عالم فعندنا بأن الجرح مقدم على التعديل، يعني حتى وأن أتيت لي بتعديل لهذه الرواية فنحن عندنا بأن الجرح مقدم على التعديل. طيب بداية نأتي إن شاء الله تعالى إلى أسئلة الأستاذ. قال هل آية الشورى هي عامة أم خاصة؟ آية الشورى هي آية عامة أكيد يعني، ولكن إذا تنطبق على أبو بكر لأنه هو أيضا من عامة المسلمين، فهي تنطبق على أبي بكر لأنه هو أيضا من عامة المسلمين. أما بخصوص قول ابن حزم تمام، فهو بداية بارك الله فيك ابن حزم على شنو استند يعني؟ هل هذا رأي أم نقل رواية؟ عندما مسألة وبعد أيضا وكان يصلي رسول الله، بأنه أنت هنا تريد تذكر بأنه رسول الله هو الذي كان يصلي لا أبا بكر، يسوي لي بيدك يسوي لي بيدك حتى أفهم قصدك وفهمك لهذه الرواية. هل نرى بأنه هذا فهم صحيح؟ بارك الله فيك أستاذ علي، تسمعني إن شاء الله أستاذ علي؟ نعم جميل جدا. الأستاذ بغايته بأنه في هذه الرواية بأنه وكان يصلي رسول الله. طيب هنا قبل أن يشتد فيه المرض، ائتني بشرح عالم من علماء أهل السنة على الله تعالى مقامهم يقول بأن هنا عندما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في شدة مرضه، أما عندما قال لأبو بكر هو أن يصلي مكانه هنا عندما اشتد به المرض. الآن أنت مطالب بقول عالم يقول بأن هنا النبي عندما صلى بعد اشتداد المرض به تمام. يقول لماذا يريدون إبعاد علي عن السلطة؟ طيب أستاذ من أبعد علي عن السلطة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو أول من جعل علي بن أبي طالب قاضي للقضاة في المدينة المنورة، وقال لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبي الحسن، وأيضا في لفظ آخر لا أوقعني الله في معضلة ليس لها أبو الحسن أو إلى آخره. تعدت النصوص هذه ولكن الطريق صحيح، فكيف أنه أبعدوا عن السلطة؟ وأيضا هنالك أيضا أقوال بأن أبو بكر أيضا طلب منه أن يقود حروب من حروب الردة وعلي بن أبي طالب رفض. علي بن أبي طالب الذي كان يرفض، مو أنهم يريدون يبعدوا عن السلطة. أستاذ الله يبارك فيك. مسألة قال لي بأنه يا علي أنت ولي كل مؤمن من بعدي، هذه في كتبكم. طيب أيضا نأتي بارك الله فيكم إلى رواية الله يجزاكم الخير ونرى ماذا قالوا العلماء فيها. فقط ثواني علي لأنه أنا عندي الملفات وردي شوية حاطهم. طيب جميل جدا اخواني، هذا منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. عفوا كيف أقلب الكاميرا؟ اي نعم، هذا اخواني بارك الله فيكم منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ما اعرف الكاميرا تطلع بالعكس ليش ما ادري يعني. تمام جميل جدا. في الصفحة 386 يقول بأن يسلموا على علي بأمرة المؤمنين، وقال إنه سيد المسلمين وأمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وقال هذا ولي كل مؤمن من بعدي، فقال في حقه إن علي مني وأنا من علي بكل مؤمن ومؤمن، فيكون على وحدة الإمام لذلك. وهذه نص والجواب من وجوه، أحدهما المطالبة بإسناده وبيان صحته وهو لم يعزه إلى كتاب عادته، فأما قوله رواه الجمهور فكذب، فليس هذا في كتب الأحاديث المعروفة لا في الصحاح ولا في المسانيد ولا في السنان. إذن الحديث هنا ضعيف، ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب أستاذ بارك الله فيك، بداية السؤال الأول أنت ما أجبتني عليه الله يبارك بك. السؤال الأول التعريف، هل انطبق على علي بن أبي طالب لا بعد مقتل عثمان من سنة 11 هجريا إلى 34 هجريا؟ هل انطبق هذا التعريف على علي بن أبي طالب؟ وأنت قلت لي بأنه الشورى. طيب من من العلماء قال بأن يا علي أنت ولي كل مؤمن؟ وعندي طبعا ضعيف بس أنا أتكلم عندك. من قال بأن هذا النص هو نص جلي وهو نص دال على الإمامة؟ من قال يا علي أنت ولي كل مؤمن من بعدي نص جلي دال على الإمامة. طيب والسؤال الآخر هو اللي راح يكون لخير إن شاء الله تعالى، هل أدلة الخلافة تكون أدلة نقلية أم عقلية؟
أدلة الخلافة أدلة نقلية أم عقلية؟ إلى هنا إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا الوقت. يتفضل الأستاذ علي بمداخلته الثانية. تفضل يا علي مداخلتك الثانية. شكرا يا أستاذ خالد. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواني الأعزاء، ماذا قلت لكم قبل قليل؟ من قلت لكم أنه سوف يأتي بالعلماء الذين ضعفوا هذا الحديث؟ جيد. من يا حديث أن تجدونه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى طريق المستقيم؟ أحمد بن حنبل قال إسناده صحيح. تعالوا إلى هذه الكارثة. هذا كتاب خلافات السياسة بين الصحابة. من المؤلف محمد بن مختار. الصفحة ايش قد؟ الصفحة 79. ماذا قال؟ قال أن تؤمروا أبا بكر تجدونه أمينا زاهدا في الدنيا وراغبا في الآخرة، وأن تؤمروا عمر تجدونه قويا أمينا لا يخاف بالله، وأن تؤمروا عليا ما أراكم فعلا تجدونه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى طريق مستقيم. ماذا يقول بالحاشية؟ أخواني الأعزاء ركزوا معي. قال في الحاشية، قال هذا حديث صحيح الإسناد، وفي كتاب أحاديث المختارة الجزء الثاني صفحة 89 قال هذا حديث صحيح وإسناده قوي. وقال الهيثمي رجاله صحيح. وفي كتاب مجمع الزوائد الجزء الخامس صفحة 176 قال إسناده صحيح. وفي كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الأول الصفحة 108 قال حديث صحيح وإسناده جيد. وارجع إلى كتاب الأصابع الجزء الثاني الصفحة 503 قال إسناده جيد. هذا واحد. تعالوا إلى كتاب السنة هذا أمامك. كتاب السنة، اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب السنة جيد. ماذا يقول؟ يقول وأن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدونه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى طريق مستقيم. رقم الرواية 1257. رقم الصفحة 541. ماذا يقول بالهامش؟ يقول إسناده قوي. الله أكبر، إسناده قوي، يعني مو إسناده صحيح، لا إسناده قوي. جيد. تعالوا إلى هذا الكتاب أيضا، كتاب الشورى، النظرية المتكاملة في الشورى بقلم أمجد ربيع، وهذا الرجل من مصري. الصفحة 28 يقول وأن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدونه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى طريق مستقيم. يقول إسناده صحيح. بعد أعطيكم علماء بعد مو تدللون يا أخوان، تدللون والله تدللون. هذا كتاب أسرار الخلفاء ماذا يقول؟ في الصفحة 261 يقول وأن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدونه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى طريق المستقيم. يقول أخرجه أحمد في مسنده والبزار والطبراني والهيثمي، وهذا حديث صحيح الإسناد لا غبار عليه. الله أكبر الله أكبر. والله يا أخوان إذا نريد نتكلم حول هذه الأحاديث، حول هذا الحديث، سوف أتي لكم بعلماء كثيرين من أهل السنة والجماعة. أخواني الأعزاء، يقول استشهد لي بكلام ابن تيمية. ترى أنا أعرف كلام ابن تيمية، هذا كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية. ترى أعرف بهذا الكلام أن ابن تيمية قال هذا حديث ضعيف أو لا يصح، وهذا أصلا لا، يعني كلام آخر من ابن تيمية أصلا ماكو دليل عليه. جيد. تعالوا أخوان خلنا نقول لكم من الذي صحح هذا الحديث. جيد أخوان، قبل لا أعطيكم من الذي صحح الحديث، يقول آية الشورى عامة. الله الله الله. إذا آية الشورى عامة يا أستاذ خالد، إذا آية الشورى عامة، فكيف النبي محمد صلى الله عليه وآله خصص وقال الخلفاء من قريش 12 خليفة؟ فكيف عامة يا أستاذ خالد؟ حل هذه الطعمة الله يبارك فيك، حل إياها. أستاذ خالد تسمعني؟ أنت قلت آية الشورى عامة، النبي محمد صلى الله عليه وآله قال الخلفاء من قريش 12 خليفة، فكيف هنا النبي خصص من قال عامة؟ جيد. بعدين ماذا يقول؟ خلينا نجاوب على أسئلته سريعة. يقول الأدلة الخلافة نقلية أم عقلية؟ جيد. أدلة عقلية وأدلة نقلية. ركز معي، أدلة عقلية وأدلة نقلية. أنا الآن أستطيع أن أأتي لك بأدلة عقلية وأستطيع لك أن أأتي بأدلة نقلية. أنا جاي أنقل أدلة نقلية إلى الآن. أما الأدلة العقلية ما أتوقع يعني تستوعبها وياي، مع احتراماتي لك يا حبيبي أستاذ خالد يا عمري. جيد. إخواني الأعزاء، خلينا نشوف هذا الحديث.
هل قول ابن تيمية صحيح أم لا؟ هذا كتاب منح المكية في شرح الهمزية، اما لابن حجر الهيثمي. جيد، الصفحة ايش قد؟ 577. يقول: وقال عالما بما صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شنو ايها الهيثم ماذا قلت؟ قال: وذلك عمن بما صح، الله اكبر، بما صح عن النبي محمد صلى الله عليه واله. اللهم وال من ولاه وعاد من عداء، ان عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. يقول هذا حديث صح عن النبي محمد صلى الله عليه واله، فكيف ابن تيميه تكذب هذا الحديث؟ جيد، اذا علماء اهل السنه والجماعه لا يفهمون اي شيء، اذا بس هو ابن تيميه يفهم. هذول هيك، هذول لا يفهمون، هذول ما يعرفون. هذا كتاب شرح العلامة الزرقاني، الصفحة 542. قال عليا مني، قال صلى الله عليه وآله: عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. ترى اللي بعلمك هاي الكتب عندي، والله هاي الكتب عندي، ترى هذا خل ما تعلم، هاي الكتب عندي. يقول عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. ورواه ابن ابي شيبه، يعني منه؟ الكتاب صاحب الكتاب مصنف بن ابي شيبه المتوفى 256 هجريه، اقدم من البخاري ومسلم. يقول هذا حديث صحيح. الله اكبر، الله اكبر. يعني الان فقط هم الان عند اهل السنه والجماعه فقط ان ابن تيميه يفهم بهذا الكلام، الله. واما بقيه العلماء اهل السنه والجماعه حاشا السامع لا يفهمون اي شيء، ما عندهم علم، جهله. هذا كتاب خزانة الأدب لعبد القادر ابن عمر البغدادي، الجزء السادس، الصفحة ايش قد اخواني الاعزاء؟ الصفحة 71. يقول اخرجه الترمذي. جيد، اين كتاب الترمذي؟ كتاب سنن الترمذي، جامع الصحيح. انجز المداخلة بتاعتك عشان انت اخذت وقتك وزيادة، يعني حاول تنجز. جيد، خليه اتفضل يا حبيبي استاذ خالد، اتمنى من عندك تجاوبني. طيب، هو خد حوالي دقيقة ونص زيادة، حدها لك يا أستاذ خالد، اتفضل. ما في إشكال. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. بداية إخواني، سمعتم إجابة على أسئلتي؟ الأسئلة اللي أنا طرحتها سمعتوا إجابة عليها؟ التعريف: هل انطبق علي بن أبي طالب من سنة 11 هجريا إلى 34 هجريا؟ هذا أول سؤال. أما مسألة المداخلة كلها، يعني تقريبا 3/4 4 دقائق من ضمن من أصل 5 دقائق، يأتيني بكلام محققين قالوا والله بأن حديث لا أراك فاعل بأن هذا حديث هو حديث صحيح. يعدد علماء بظنه بأنه تعديد العلماء وكثرة العلماء هذا دليل على تصحيح الحديث. ولا تعلم يا أستاذ بأن نحن عندنا قاعدة في الجرح والتعديل في علم الحديث بأن الجرح مقدم على التعديل. فإذا هي المسألة يعني بتعديد العلماء فنحن بنعدد لك علماء على العين والرأس. وأيضا كما قلنا بأنه قال الدارقطني في العلل بأنه ذكر هذا الشخص اللي هو بن زيد فقال بأنه ضعيف، وأيضا البزار أخرجه وقال بأنه ضعيف، والحاكم أيضا أخرجه وقال بأنه ضعيف، وأيضا قد تبعه الذهبي فقال بأنه ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في المجروحين وقال بأنه ضعيف، وقد أيضا ذكره أيضا الذهبي في التلخيص وقال بأنه ضعيف، وأيضا ذكره الإمام الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح وقال بأنه ضعيف. فإذا هي المسألة بتعديد يعني العلماء فنحن كذلك نقدر نعدد لك، يعني تمام. ولو تأتي بمليار عالم نحن عندنا بأن الجرح مقدم على التعديل، وهذه قاعدة في علم الحديث أستاذ. يعني ما أدري، يعني أنت ما تعرف هذه القاعدة بأن الجرح مقدم على التعديل. وأيضا طبق هذه القاعدة على حديث يا علي أنت ولي كل مؤمن من بعدي. أيضا أتى بقول العلماء فقال بأن هؤلاء العلماء صححوا الحديث فإلى آخره. وأيضا نفس الطريقة. فأستاذ بارك الله فيك، يعني يبدو بأنه حضرتك ما متعمق في علم الحديث والجرح والتعديل. يعني الكثرة لا تدل على تصحيح الحديث. أريد قاعدة، الله يبارك بك، سؤال سجدة يمك، أريد قاعدة: كثرة تعدد العلماء بتصحيح الحديث دال على صحته. من قال بذلك بارك الله فيك؟ وأن وجدت علة. وقد نقل الحافظ أحبتي في ترجمة جعفر اللي هو أيضا روى رواية علي أنت ولي كل مؤمن من بعده في التهذيب عن الإمام أحمد إنه قال إنما كان يتشيع
وكان يحدث بأحاديث في فضل علي، وأهل البصرة يغلون في علي من أجل كل هذا. وقد استغرب الترمذي على تساهله في هذا الحديث، وأشار إلى علته بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من طريق جعفر بن سليمان. وقد عد الذهبي في ترجمة جعفر في الميزان وقال بأن هذا الحديث من جملة ما ينكر، وهو بينما كذب، وإلى آخره. فإذا هذا الحديث بارك الله فيكم ساقط بسبب وجود شيعي، وليس شيعي بل هو علاهي كما مذكور بأنه كان يغلو في علي بن أبي طالب. فبارك الله فيك. فنحن من الشيعة الذي يقدمون عليا على عثمان ما ناخذ منه بالعلاهية، يعني علاهي من البصرة. أتخيل إخواني أهل السنة بعد ديكم تأخذون من علاهي من البصرة. طيب بارك الله فيكم. ماذا قال؟ قال بأن الإمامة هنا تؤخذ بالأدلة النقلية وفي الأدلة العقلية. طيب تعالوا معي أحبتي بارك الله فيكم. فقط أقلب الكاميرا. هنا في كتاب الآلفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للعلامة جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر. ما أعرف إن الكاميرا قاعدة تطلع بالعكس ليش ما أدري، بس المهم يقول: انحصر قول القائلين بوجوب في 3 أقوال، أحدهما إنه واجب بالعقل لا بالأوامر السمعية، وهو مذهب الإمامية والإسماعيلية. إنه التقديم الواجب العقلي هو مقدم على الواجب السمعي أو الواجب النقلي، وهو مذهب الإمامية والإسماعيلية. أستاذ بارك الله فيك، أدلة نقلية على عقلية على خلافة علي بن أبي طالب بارك الله فيك. طيب أخواني بارك الله فيكم، حديث من كنت مولى فعلي مولى اللي هو حديث الغدير، الأخوة الإمامية يقولون بأن هذا الحديث هو تنصيب بحق علي بن أبي طالب وعلى أنه خليفة أول. تمام. فطبعا حديث الغدير قبلها ب9 أيام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: يا أيها الناس. طبعا هي الرواية في كتاب وسائل الشيعة الحر العامل الجزء 17 45 في حجة الوداع. قال: يا أيها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة. النبي يقسم يا إخوان: والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. يعني الأمور اللي تقرب من الجنة وتبعد من النار أمر عنها، والأمور اللي تقرب من النار وتبعد من الجنة أيضا هنا قد بلغ عنها. فيا أستاذ، هل حديث الغدير هو مقرب من الجنة ومبعد من النار؟ فإذا كان مقرب من الجنة ومبعد من النار فلماذا بلغها بعدها ب9 أيام؟ والنبي قبل ينصب علي ب9 أيام قال له شال تقرب من الجنة وتبعد من النار، يقسم يمين يقول أنا بلغتكم بها. هذا في حديث حجة الوداع في وسائل الشيعة جزء 17 صفحة 45. تمام. فنريد كيف حديث الغدير هنا يقرب من الجنة وبعد من النار وكان بعد حجة الوداع. طيب إلى هنا إن شاء الله تعالى أختم مداخلتي، ويتفضل الأستاذ علي بمداخلته الثالثة. طيب شكرا لك يا أستاذ خالد. شكرا. جيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اخواني الاعزاء، انا عندما استشهدت بهذا الحديث انت مني بهذا بهذا الحديث، حديث مع رسول الله صلى الله عليه واله قال لعلي: يا علي انت ولي كل مؤمن من بعدي. اي اعرف وهو ولي كل مؤمن من بعدي. انا ما استدليت لك باقوال العلماء، لا، اذا تريد استدل لك من عده طرق مو من طريق واحد. لا يعني شنو يعني انا ما اعرف؟ يعني انت جاي تعلمني؟ لا انا ما اعرف لو شنو تعداد العلماء ما يهمني. انا جاي اتي لك من عده طرق. ابن تيميه، شنو ابن تيميه؟ ابن تيميه منو؟ ابن تيميه يعني شنو ابن تيميه؟ لا خليني اطلع لك هسه حياه ابن تيميه. خاف ما تعلم هذا كتاب حياه ابن تيميه 3 أجزاء. اقرا لك كتاب حياه ابن تيميه، اطلع لك ابن تيميه شنو. المهم هذا مو موضوعي اخي. أنا أتيت لك هذا الحديث من عدة طرق، وإذا تريدني أعدد لك الطرق واحد ما يهمني.
ما يهمني. يقول ذكره القرطبي وذكره ابن حبان وذكره فلان وذكر ابن زرع وابن حبان والى اخره. يا اخي شنو هذا؟ يا اخي هذا مو كلام، هذا مو كلام. الله يبارك فيكم، هذه خطب جمعه. انا الان استطيع لكم اقول ذكر فلان ذكر فلان ذكر فلان ذكر فلان. يا اخي راح ياتينا المقابل يقول لي تعال اوقف، توقف يا علي، اين الدليل؟ تقول لي في مثلا اعلمك شويه، يعني درس مجاني ما يهم، ما بيها شيء. مثلا اقول لك في كتاب جامع الصحيح لسنن الترمذي، الصفحه ايش قد؟ الصفحه 979، الجزء الرابع مثلا، الجزء الخامس الصفحه كذا، ابن حبان في الصفحه كذا، القرطبي الجزء الاول الصفحه كذا. هكذا يكون الحوار علمي، مو قال ابن حبان ضعيف، قال القرطبي ضعيف، قال فلان ضعيف. شنو هذا؟ مو كلام، هذا انشائي، هذا انشائي، كلام انشائي بابا، هذا ما يمشي عندي. الله يبارك بك. خاف تمشي على غير، خاف تمشيها على الشباب، بعض الشيعة الذين لا يفهمون شيء، بس امامي لا ما تمشي. الله يبارك فيك، هذا كلام ما يمشي عندي. جيد. يقول عندما قال ان آية الشورى عامة وانا اتيت له فقلت له فكيف النبي قال 12 خليفة؟ فهنا النبي صلى الله عليه واله خصص الآية. اين العامة؟ ما ندري. وين الدين؟ ما ندري. قلت له أجبني، ما جاوب. جيد. اثنين، يقول ولا أراكم فاعلين، يقول حديث ضعيف. بابا أنا ما أجيب لك علماء، لا حبيبي، أنت شنو جاي تتكلم؟ الله يبارك فيك. أنا جاي أجيب لك عدة طرق. أنت تعرف شنو عدة طرق؟ لا يعني لا طريق ولا طريقين ولا ثلاثة ولا أربعة. أنت شنو جاي تتكلم معي؟ والله ما أعرف. أنت جاي تفهم المسألة لو ما جاي تفهم المسألة. جيد. يقول هل التعريف طبق على علي ام لا؟ بابا انت ظاهر يمكن ما جاي تسمعني، ما اعرف النت عندك مشكله به، لو عندك مشكله في السمع. الله يبارك فيك. جاي اقول لك ان هذا التعريف طبق على علي بن ابي طالب عليه السلام، وبشهاده من رسول الله صلى الله عليه واله قال انت ولي كل مؤمن من بعدي. جيد. هذا كتاب، هاك تفضل، هذا كتاب جامع الصحيح لسنن الترمذي. انظر الى امامي، ارفع راسك الى امامي. ماذا يقول حول الحديث؟ انت ولي في كل مؤمن من بعدي. جيد. ماذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله. فقط نستخرج الصفحه. تعالوا اخوان، كتاب جامع الصحيح لسنن الترمذي، الصفحه 979 باب 21 رقم الحديث. شوف شلون اتكلم لك بالادله العلميه، حتى رقم الحديث 3725. قال هذا حديث صحيح. شنو الحديث ايها الترمذي؟ وهو ولي كل مؤمن من بعدي. هاك تفضل. جيد. هاي واحده. اقرا السند. ايه اقرا لك السند، ليش لا؟ هسه اقرا لك السند. اللهم صل على محمد. يقول اقرا لي السند. جيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جيد. يقول حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحبشي عن ابن جنادة قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. قال هذا حديث صحيح. انتهت القضية. اثنين اخواني الاعزاء، انا اريد اسال سؤال الى استاذ خالد. ما سمعت رد حول ابن حزم بتحقيق سعيد الافغاني في كتاب ملخص ابطال القياس والراي؟ اعمل نفسك ميت على قولة اهل مصر، اعمل نفسك ميت. لا حبيبي، ارجع لكتاب، شوف اقرا لك وانا مغمض حتى الصفحه واقرا لك وانا مغمض. ارجع لكتاب ملخص ابطال القياس والراي والاستحسان لابن حزم. يقول ابن حزم بتحقيق سعيد الافغاني مطبعة دمشق الصفحه 35 يقول ان صلاه ابي بكر كذب في اجماع الامه. اين الاجماع؟ البخاري قال كان النبي يصلي وابي بكر يصلي بصلاه الناس. يقول ما اعرف وين هو تجاوز وقته، بس يكمل فكرته. حدد لك وقتك الزياده. محمد فقط اسئلتي. لا استاذ، نلتزم بالوقت، هذا المتفق عليه، نلتزم بالوقت. الله يبارك فيك. لا هو يعني هو خد شويه زياده، خد حوالي دقيقه حدها لك يعني، بس يكمل الفكره بتاعته. ماشي. يلا حاليا المداخله الرابعه علي، صح؟ هذه المداخله الرابعه. المداخله الرابعه.
المداخلة الرابعة أستاذ خالد. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. جايب لك رواية يذكرها من هو بن حبان والترمذي، قال بأن هنا يا علي ولي كل أبو من بعدي، إسناده صحيح. الله أكبر الله أكبر. لا تفرح هواي اسماعيل بن موسى، رمي بالرفض وانكروا عليه في الغلو والتشيع وقال الذهبي صدوق شيعي، وقال ابن حجر رمي بالرفض. جايب لي رافض شيعي من الكوفة يقول حديث فضيلة علي. لا تفرح هواي انت باب خالد البكري. اي بلي. طيب الله يبارك فيكم اخواني. ماذا قال؟ قال بأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن هنا الخلفاء 12 من قريش، فكيف هنا الشورى عامة؟ ايش دخل؟ هذول 12 تكون عليهم شورى، شو الاشكال؟ شنو الاشكال؟ هذول 12 تكون عليهم شورى. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكونون من قريش، ما عدد اسمائهم، نعم، واول 12 كانوا من قريش. اتحداك ان تاتيني باول 12 واحد منهم من قريش تنبأ بنبوءة نعم صحيحة، وهؤلاء تقريبا ثلاث ارباعهم عين عليه بانه نص الشورى، تمام. وانا قلت لك بانه كيفيه انعقاد الامامه هي ليست الشورى، هنالك استخلاف وهنالك الغلبه، هنالك الاستخلاف وهنالك الغلبه، تمام. اما مساله يقول لي انا ما جاي اجيب لك اقوال العلماء، انا جاي اجيب لك طرق. لو تجيب 7000 طريق، عالم ضعف الحديث سقط بكل طريقه، خلاص بابا الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل. وانا مع ذلك ايش قاعد يسوي؟ الحركات التاريخيه وبالت الى اخره، مع انه انت كل الطرق اللي جبتها انا فندتها. يقول انت تقول كلام انشائي، شنو قال ابن حبان؟ شنو قال ابن تيميه؟ تعرف ولا ابن تيميه؟ قام يتجاوز عليه شيخ الاسلام، تعرف شنو حياه هذا ابن تيميه؟ يعني الان ترسل بارك الله فيك، الان اقول لك تعرف شنو انت؟ هذا جعفر الصادق بالله هذا امام فهم علم انت تعتقد به، هو يجي فراره ويغرط بوجهه. شنو هذا جعفر الصادق؟ بيش الكيلو خالي؟ انا هم اقدر اقول لك هذا الاسلوب، فلا تتجاوز على علمائي، حتى كذلك انا لا اتجاوز على علمائك. شيخ الاسلام امام حجه يعتد بكلامه، كذلك انت عندك بانه هذا امامك ايضا، فاحترم حتى الله يبارك بك. فخلينا اسلوب محترم، الله يجزاك الخير، تمام. اخواني بارك الله فيكم، هذا كتاب، وطبعا الى حد الان ما قدم اي ادله بخلافه علي بن ابي طالب، كل الادله اللي قدمها فندتها تفند، كل الطرق اللي قدمها فندتها تفند. من اقوال العلماء يسقطون طريق. انا يقول لي بالله انت شنو كسر تقول لي قال العالم قال العالم قال العالم؟ هذول العلماء جاي يسقطون هاي الطرق مال حضرتك. الله يبارك فيك، استغفر الله. طيب اخواني، هذا كتاب السنه، طبعا الاستاذ يحب كتاب السنه، قبل شوي استدل به، يعني الله يبارك فيه، ما شاء الله الاستاذ بين باحث. يقول حدثني وكيع عن سفيان عن جامع بن ابي راشد عن محمد بن الحنفيه قال قلت لابي من خير الناس بعد رسول الله؟ قال ابو بكر، ثم قلت من؟ ثم قال عمر، ثم قلت فانت؟ فقال ابوك بعد رجل من المسلمين. هنا علي بن ابي طالب يقول بان حق الناس ابا بكر بنص العموم. تريد بنص الخلافه استاذ علي؟ بنص الخلافه تدلل في ديتها صفنا استاذ علي، الله يبارك فيك. هذا كتاب البدايه والنهايه، تمام. يقول خطب ابو بكر واعتذر الى الناس وقال كنت حريصا. ابو بكر ما كان يريد الخلافه اصلا، ايش قد متواضع. خطب ابو بكر واعتذر الى الناس وقال ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا الليلة ولا سألتها في سر ولا علانية. فقبل المهاجرون مقالته وقال علي والزبير ما غضبنا إلا أن أخرنا عن المشورة وإنا نرى إن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار وإننا لنعرف عن فضله وشرفه وخبره، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي. اما مساله يبدو ان الاستاذ هو ما مركز وياي، يقول لي انا جبت لك قول ابن حزم عندما يقول بان هنا صلاه ابي بكر هي كذب باجماع المسلمين. قدم اجماع المسلمين اين المسلمين الذي قال بان هنا كذب؟ الروايه في صحيح البخاري، وصحيح البخاري وصح كتاب من بعد القران، اين العلماء الذي قال بان هذا جمع كذب؟ اما مساله بانه رسول الله، سالت سؤال ما اجابني عليه، قال لي لا هنالك روايه تقول بان رسول الله هو الذي صلى في المرض. استاذ هنالك مرض وهنالك اشتداد في المرض، تمام. فانت الان اثبت لي بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عند اشتداد المرض لا في بدايه المرض. روايه، قول عالم، قول واحد يفتح بسطيه بالشارع، جيب لي يقول بانه هنا صلاه النبي عند الاشتداد. ركز لي، حط لي كلمه الاشتداد بين قوسين وحط عليه 9333 الف مليار نقطه. الله يبارك فيك استاذ علي. طيب اخواني، طبعا شوفوا انا جاي اقدم ادله على خلافه ابو بكر، والاستاذ ما جاي يقدم. وقتك استاذ، اترك هاي الحركات، الله يبارك فيك، اترك هاي الحركات.
طيب اخواني، هذا في كتاب الفوائد البديع في فضائل الصحابه وذم الشيعه، تمام. واصرح بان ذلك قوله لعائشه في مرضه انه الذي قد مات فيه ادعى لعبد الرحمن بن ابي بكر قال ادعي لابي بكر حتى لا يختلف عليه احد من بعدي، ثم قال دعيه معاذ الله ان يختلف المؤمنين في ابي بكر. قال النووي وهذا الحديث دلاله ظاهره لفضل ابي بكر الصديق واخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعد وفاته، وان المسلمين يأبون عقد الخلافه لغيره. طيب هو طبعا قدم لنا الروايه مال انه اللي فندناه تفند، تمام. هو ظل يذكر اخوان العلماء يصحون لما انا جبت له علماء يضعفون جبت له بين الجرح مقدم على التعديل، صار شنو يقول لا انت جاي تحكي كلام انشائي، كتاب جزء صفحه مصدر قول العالم، صار كلام انشائي يا اخوان. فاهم مصطلح حتى الانشاء شنو؟ الله يبارك فيك. اللي روت ولا اراكم فاعلين. طيب انت اذا ترجع لبدايه مع انه روايه فندت تفند وما اعترف بها بربع دينار ما اشتريها، فلس ما اشتريها. هو في البدايه يذكر فضائل لابو بكر وعمر بانه هذا فضل الناس وهذا خير الناس، بالاخر ذكر علي قال ولا اراكم فاعلين. ما قال انتم كفار ضلال داخلون في النار، قال ولا اراكم فاعلين. يعني جزء علي بن ابي طالب ممكن صغير بالسن كان في ذلك العمر، ابو بكر اعلم منا اكبر منا، عمر اعلم منا اكبر منا، فممكن قال بانه لا اراكم فاعلين يعني ليه يشوف علي صغير بعده. اما ابو بكر عالم كبير، عمر عالم كبير، ممكن هذا الفهم اذا صحت الروايه اخواني، ان صحت الروايه فندت تفند ما يصح منها شيء، الروايه ما يصح منها شيء، تمام. سؤالي وين استاذ علي؟ راح زعلني منك الله يبارك فيك. حجه الوداع ما بشيء يقربكم من الجنه وبعدكم عن النار قبل الغد ب9 ايام. قال لي شيء تقرب من الجنه وبعد النار انا بلغتكم بيها. ها لا تضوج ليه ضايج ايش لا تصفين، فلازم تردنا عليه استاذ علي الله يبارك فيك. شو ما تردنا عليه؟ النبي بحجه الوداع قبل الغد ب9 ايام قال ما من شيء يقربكم من الجنه وبعدكم النار الا وقد امرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار وبعدكم الجنه الا وقد نهيتكم عنه. الغدير ليش ما بلغ قبل حجه الوداع؟ هو بلغ بعد، اذا هنا ما يعتبر مقرب من الجنه وبعد من النار. الله يبارك فيك، تمام. اسئلتي جاوب عنها الله يبارك فيك. لحد الان ما جاي اسمع اي اجابه. قدم لي ادله في خلافه علي، اريد ادله، انا حاليا اريد ادله. اترك هذا الروح حاليا، قدم لي ادله. وقال لك مداخلتين بقالك، هاي المداخلتين اريد اسمع ادله على خلافه علي. اتفضل. طيب شكرا لك يا استاذ خالد. اولا احب اقول لك يا استاذ خالد انت راجل دمك خفيف يعني. دمك خفيف يعني. بجد. استاذ محمد مو بحقها يعني، عذرا بعد جديد يعني على اليوتيوب وعلى البث المباشر. جيد اخواني الاعزاء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانعم اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين. يا اخوان يا شيعة يا سنة سجلوا هذه الفضيحة على خالد البكري. سجلوا هذه الفضيحة والطامة الكبرى. الآن بينت إن خالد البكري لا فهم ولا علم. تعالوا اخوان، شلون هذا كتاب شنو؟ كتاب جامع الصحيح لسنن الترمذي. ما قرأت السند، قرأت غير السند. قلت اسماعيل بن موسى ما قال بهذا الحديث. ها من قال حديث حدثنا منو؟ حدثنا محمد بن فضل. هذا علي، انت عليا مني وانا منه وهو ولي في كل مؤمن بعدي. ماكو اسماعيل. اقلب الكاميرا على السند، اقلب الكاميرا على السند، اقلب الكاميرا على السند، اقلب الكاميرا على السند، اقلب الكاميرا على السند لان تورط والله نفس السند عدو يكذب. اقلب الكاميرا على السند، اقلب الكاميرا على السند، والله ما اعوفك. اقلب الكاميرا على السند. هو جاب نفس السند اللي سقطته استاذ محمد جاب نفس السند اللي انا سقطته، ولكن حد لانه فضح امام الناس ما يريد يقلب الكاميرا. اقلب الكاميرا امام الناس. قول له السند يا علي، قول له السند. اسكت يلا. جيد. اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا. اسماعيل ابن اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا. والله عايز الناس تشوف يعني. اقلب الكاميرا. تورط والله العظيم تورط، لانه جاب نفس السند وقال عود غيره يعني عود يرجعها. اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا علي، اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا. حاضر يا خالد، حاضر. اجعل يقلب الكاميرا، ما يتكلم بحرف واحد الا ان يقلب الكاميرا. اقلب الكاميرا. طيب بابا اسكت، بابا اسكت. اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا،
اسكتوا لي مو خايف ولا قام يهرج. اخواني جاب سند وانا السند انا سقطته وفندت في الند، ورجع قال لا هذا مو نفس السند هذا غير سند اللي هو عن طريق اسماعيل. اقلب الكاميرا وروي نفس السند. اقلب الكاميرا. حاضر يا استاذ. اقلب الكاميرا يلا كده يا علي وبين السند للناس. يلا يلا اسكت، يلا اضع كتم. استاذ محمد كتمه كتمه. اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا، اقلب الكاميرا على السند. هيقلب الكاميرا، هيقلب. حاضر اسكت. طب يا خالد يلا هسه لك الكاميرا مو تدلل، بس خلي شوي يلا الوزك. يلا حسوا كتم. خلينا الوزك شويه وخلي المشاهدين شوي يضحكون. اصبر لي. اما لا لا ما تحرف لما تقلب الكاميرا. اقلب الكاميرا بابا اقلب اسكت. الكاميرا. اسكت. يلا يا علي خلي الناس تقرا. يلا خلي يشوفوا وضحتك يا علي. يلا علاوي يلا قلب لنا الكاميرا. يلا شاب مو بقدك. ها قام يتجاوز يا نهان بالحذاء. قام يتجاوز. قام يتجاوز. يلا هنتك امام الناس، هنتك امام الناس والله. بابا بس اسكت، راح افضحك والله.